اولا كده كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده كان المفروض ينزل في رمضان، وكان المفروض ان في 5 أو 6 فيديوهات هينزلوا في رمضان، بس انا طبعا عشان عارف ان اغلب الناس في رمضان اللي بيصلي واللي بيصوم، واللي كلنا بنصوم يعني كلنا بنصلي، واللي بيتابع مسلسلات ومش فاضي، فما رضيتش بقى ان انا كمان ازنقكم واحط لكم فيديوهات طويله زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. قلت لا يا باشا، سيب اللي بيصلي واللي بيتفرج على مسلسلات يتفرج، واجي لكم بقى في العيد. كل سنه وانتم طيبين. العيد خلص اصلا، وعامه الفيديو بيتصور تاني يوم عيد، فوقت ما تشوفه انت بقى. يلا نبدا. المهم كلنا فاكرين قصه المقابر، لما انا رحت شغل واصحاب الشغل قعدوا يغروني بالفلوس، وانا رحت وفي الاخر طلعت هشتغل حارس مقابر، وبدا يحصل حاجات غريبه، وانا مش هحرق لك الاحداث. لو انت عايز تشوف الجزء الاول هسيب لك اللينك بتاعه هنا كده، الاي اللي بتطلع فوق دي، خش اتفرج عليه وبعدين تعالى هنا تاني. ولو ما شفتوش مفيش مشكله، تقدر تشوف الفيديو دوت برده لوحده وهتفهم كل حاجه ومفيش حاجه هتروح عليك، الدنيا جميله. بس طبعا انا بفضل ان انت تشوف الجزء الاول والجزء الثاني مع بعض علشان تبقى ايه الصوره كامله مع بعض يعني. المهم يعني شوف اللي يريحك واعمله يعني. واللي شاف الجزء الاول انا متاكد ان هو نسيه لان هو عدى عليه 8 شهور، فسيب لك شويه لقطات فلاش باك كده عشان تفتكر وهنكمل عليها. اللي مين اللي قال لك ان خليل عايش؟ لقيته راح حط ايده كده عند وشي وقال لي شش، راح مشاور على حاجه قدام. انا بصيت وشفت كائن مسخ. الراجل قال لي اوعى ترمش ولا تتحرك، وانا هحاول اصطاده. وفي اقل من ثانيه انا لقيت المسخ دوت. المهم ان انا بعد ما غبت عن الوعي مش فاكر انا فضلت في الحاله دي قد ايه، بس تقريبا هم كانوا كام ثانيه كده وفوقت تاني. قمت من مكاني وخرجت من مكتب المراقبه اللي انا كنت قاعد فيه، بس الغريبه ان انا ما كنتش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، ولا فاكر الحارس القديم ولا المسخ، ولا فاكر اي حاجه من اللي حصلت، لحد ما وصلت عند بوابه المقابر ولقيتها مفتوحه. ساعتها استرجعت كل اللي حصل وافتكرت الحارس القديم والمسخ والخناقه اللي حصلت ما بينهم. اتسحبت ودخلت بالراحه جوه المقابر، وسبت البوابه مفتوحه علشان لو حصل اي حاجه اعرف اجري. دخلت اتسحب ومش قادر اوصف لك قد ايه انا كنت مرعوب. فضلت ماشي لحد ما لقيتني دخلت جوه المقابر قوي. طبعا الدنيا كانت ضلمه ومعيش كشاف ومعيش اي حد، بس فجاه انا لقيت حاجه جايه بتجري عليا. بس هو شكله انسان، شكله مش جن ولا مسخ ولا عفريت ولا اي حاجه، شكله انسان عادي وبيجري. طبعا بسبب ان الدنيا كانت ضلمه انا مش عارف احدد مين ده، بس هو جاي وبيزعق بصوت عالي قوي وبيقول حاجه انا مش سامعها. لحد ما قرب شويه اكتشفت ان ده حارس المقابر القديم، وهم شايفه جاي بيجري عليا وعمال يشاور لي يقول لي اهرب. لسه بلف وهجري، انا ببص لقيت لك المسخ جاي عليا طاير بيجري بسرعه رهيبه. انا من خوفي عمال اجري لحد ما وصلت للبوابه فعلا وخرجت منها، وببص ورايا لقيت الحارس كمان جاي والمسخ وراه عمال يحاول يوقعه، بيحاول يخبطه وعمال يعمل اصوات غريبه، لحد لما لقيت الحارس فعلا وصل للبوابه معايا وقفلت البوابه وجرينا. اول ما الحارس جه اخدته ورحنا المكتب بتاع المراقبه وقعدنا نستريح. وبصراحه انا ابتديت اشك في الحكايه اللي الحارس كان قايلها لي ساعه لما سالته على الكائن ده، وقال لي مش عارف ايه وساحر وتعويذه ومربوط ومش مربوط. اصل بالعقل كده ساحر مؤذي حضر حاجه في المقابر وبعد كده مات، انا ذنب امي ايه في الحوار ده؟ فاحنا قاعدين كده رحت قلت له هو انت ليه كدبت عليا؟ لقيته بص لي بصت كده اللي هو انت قفشتني خلاص. قلت له فهمني عشان لو في حاجه اقدر اعملها. ايه الكائن ده وليه بيعمل كده وهيمشي امتى؟ لان انا نفسي اسيب الشغل ده في اقرب وقت. لقيته زي ما تقول كده استسلم. قال لي بص يا ابني انا هحكي لك ومش هخبي عليك حاجه، بس انا مش عايزك تحكم عليا ولا تقاطعني لحد ما تسمع القصه كامله. قلت له اتفضل. قال لي القصه بدات سنه 1948. ساعتها كنت عيل صغير عندي 10 سنين، كنت عايش في قريه ريفيه اسمها كبرت وتربيت هناك. قريه معزوله كده في محافظه مش هقول اسمها. حوالين القريه دي كان في 300 كيلو مفيش اي حاجه غير شويه اراضي زراعيه وترع وغابات بس، واظن انتوا عرفتوا المكان. وللحق يعني هي كانت قريه غريبه جدا، وطول عمري كنت بخاف منها بسبب الهدوء الزياده اللي فيها. بس اعمل ايه؟ ما كنتش اقدر اخرج من هناك، اولا لان انا كنت عيل صغير، ثانيا عيلتي كلها عاشت وماتت هناك من غير ما حد فيهم يفكر ان هو يطلع من حدود القريه، واحنا اخر جيل عايش في عيلتي، انا وامي وابويا. كنا عايشين في بيت صغير دور واحد، اوضتين، مطبخ، حمام، زي اغلب بيوت الارياف. وكان في سجن على طرف المدينه، هو ده السجن اللي والدي كان شغال فيه حارس سجون، والورديه بتاعته كانت 15 ساعه، يعني نادر جدا لما كنت بشوف. وامي كانت شغاله في مكتبه جنب بيتنا. يعني من الاخر انا كنت بقضي اغلب الوقت لوحدي. كنت بحاول اسلي نفسي في الوقت اللي انا قاعد فيه لوحدي في البيت، بقعد العب بالعربيه الخشب اللي ابويا عملها لي. وساعات كتير لما كانوا بيتاخروا عليا والليل يجي كنت ما بعرفش انام، فكنت بسهر نفسي، كنت بشغل شمع واقعد اقرا كتب او جرايد الكلام ده. وعشان اكون صريح معاك انا طفولتي كانت ممله جدا. على العموم يعني انا وقتها كنت تميت ال10 سنين واتعودت على فكره ان انا اكون وحيد، لحد ما حصلت الحاجه اللي غيرت حياتي كلها. امي جابت يوسف اخويا الصغير، طفل صغير جميل هلعب معاه هقضي معاه وقت بدل ما انا بقضي الوقت ده كله لوحدي او يسليني. بس بعد فتره مش طويله كل حاجه اتغيرت. لاحظت ان اهلي مغرمين بيه جدا، حسيت ان انا اتركنت، واهلي ما بقوش يحبوني، حتى ما كانوش بيتعاملوا معايا. اهمالهم الزايد ليا واهتمامهم قوي بيوسف
عرفني يعني ايه غيره. انا بدات اكره يوسف مع انه طفل يعني ما عملش حاجه، حتى ما كانش بيعرف يقول بابا وماما، بس كل مره كنت بشوفه بيضحك او بيلعب او بشوفه مبسوط انا بتخنق. ساعات كنت بغضب وبسيب المكان اللي هو فيه وامشي، وساعتها اهلي برضو ما كانوش بيلاحظوا، لحد ما جه اليوم الملعون. انا مش عارف انا ليه سبت ده يحصل، انا ما كنتش بفكر ومش عارف ليه ده حصل وهل انا السبب ولا لا. الوقت كان بالليل على العشاء، امي كانت جت من الشغل، ابويا لسه الورديه بتاعته ما خلصتش. امي راحت تحمي يوسف وانا طبعا رحت اساعدها، اناولها الصابون فوطه الكلام ده. طبعا مالينا البانيو وقاعدين نلعب مع يوسف الطفل الجميل البريء اللي انا بكرهه. امي سنداه كده وقاعده تلعب معاه وتطبطب عليه وتليفه وهو بيضحك وكودي كودي وعمال يطرطش عليا ميه وانا مش طايقه، بس اعمل ايه؟ عيل صغير، ولو عملت له اي حاجه امي هتموتني. لحد ما امي قالت لي امسك يوسف العب معاه شويه ومش عارف ايه لحد ما اطلع اجيب الفوطه واجي، بس خلي بالك لحسن يغرق. ساعتها الشيطان لعب في دماغي، مش عارف انا ليه عملت كده. وايوه هو اللي في بالك حصل. مسكت راس يوسف الطفل الجميل، ابتديت انزله في الميه بالراحه وهو مبتسم وبيضحك وبيبص لي. فضل يبص لي وانا بنزله في الميه ومش قادر امنع نفسي. فضلت مثبته تحت الميه شويه عشان اتاكد ان هو مش هيعمل حاجه ومش هيعمل صوت ومش هيتحرك. فضلت مثبته تحت الميه شويه عشان اتاكد ان هو هيغرق وهيموت. طبعا طفل في سنه ما كانش بيعرف يتحرك لوحده. خرجت من الحمام ورحت قعدت على طرف السرير في اوضتي، ولحد النهارده انا مش فاهم انا ليه عملت كده. انا عارف ان لسه في فرصه ان انا اقوم الحقه بس مش قادر، في حاجه منعاني. انا تفكيري اتشل وقتها. قعدت كام دقيقه بس عدوا عليا كانهم ساعات. قطع تفكيري ده صوت صريخ انا جسمي اشعر وبقيت خايف، مش عارف اعمل ايه ولا المفروض لما تيجي اقول لها ايه ولا حصل ده بجد. انا قتلت اخويا. سامع صوت امي من بره وهي بتصرخ وبتقول يوسف لا انت عايش، قوم قوم، وبتعيط. وانا قاعد متسمر في اوضتي مش عارف اعمل ايه. لقيت امي بترزع الباب وداخله عليا وانا قاعد على طرف السرير مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه، وماسكه يوسف بين ايديها حته لحمه جثه مفيش نفس ومفيش حركه. يوسف الطفل الجميل اللي كان بيلعب ويضحك طول الوقت جثه هامده بين ايديها. امي لقيتها بتبص لي تقول لي ليه عملت كده ليه؟ ما قدرتش ارد لاني فعلا ما عنديش اي سبب، كاني في حاجه في زوري منعاني ان انا اتكلم. انا مش قادر حتى ابص لها، خلاص انا عقلي هيضرب. انا ليه عملت كده؟ انا ليه سبته يغرق؟ امي فضلت تعيط وتعيط وانا كمان قعدت اعيط. قمت حضنتها وهي منهاره وانا كمان غمضت عيني وفضلت ساكت. مش قادر اوصف لك شعوري وقتها كان عامل ازاي. ولما ابويا جه الوضع بقى اسوأ واسوأ. جت الشرطه وعربيه الاسعاف واعلنوا وفاه يوسف اخوي. طبعا الشرطه كانت بتستجوبني وامي قاعده جنبي بتعيط. ابويا اللي انا عمري ما شفته بيعيط كان ماسك دموعه بالعافيه. المحقق سالني انا عملت ايه وانا ما قدرتش ارد. كل اللي قدرت اقوله انا رحت اجيب الفوطه انا اسف. الشرطه مشيت وابويا مسكني عمال يضرب فيا وانا ما حاولتش اصلا ادافع عن نفسي، بالعكس انا كان نفسي يفضل يضرب فيا لحد ما اموت. انا استاهل اكتر من كده كمان. انا دمرت عيلتي. بعد شهر ابويا سابنا من غير ما يقول ولا كلمه. كل ده كان قبل 6 سنين من الكائن المسخ اللي انا شفته في الغابه بين الشجر سنه 1943 بعد وفاه اخويا يوسف اللي انا قتلته. وبعد ما ابويا سابنا ومشي فضلت عايش لوحدي انا وامي اللي بقت مدمنه مخدرات. ما كانتش بتتكلم معايا ولا كانت بتتعامل معايا غير في حاله واحده بس، انها تطلب مني اروح اجيب لها مخدرات. وبعد ما امي كانت اجمل ست في الدنيا بقت دايما شكلها مريض وتحت عينها اسود، بس انا السبب في كل ده. حتى البيت بقى معفن، زباله مرميه في كل حته والعفش اتكسر، الحشرات والعناكب والفيران احتلت اركان البيت، بس برضه انا السبب. وقتها كان عندي 16 سنه وكنت دخلت في سكه السجاير والحشيش، ونزلت في يوم عشان اجيب سجاير. وطبعا اقرب مكان كان ممكن اجيب منه سجاير كان على بعد 4 كيلو من بيتنا، طبعا عشان اعرف اخرج من القريه واخش المدينه، وفي هناك بقى سوبر ماركتات بقى والكلام ده. الدنيا كانت ليل والجو كان تلج. عارف لما تيجي تتنفس وتلاقي بقك بيطلع دخان؟ هو الجو كان برد للدرجه دي. اخدت الجاكيت الازرق اللي بلبسه بقالي 3 سنين يوميا، خرجت وقفت قدام البيت وانا مش عارف اخد اني طريق. انا عايز اسرع طريق عشان اروح اجيب السجاير. افتكرت ان في طريق مختصر ممكن يوصلني للطريق الرئيسي، ومنها اقدر اروح المدينه في 2 كيلو بس بدل ما امشي 4 كيلو، يعني هختصر نص الوقت. بس الطريق ده كان عباره عن ارض زراعيه شبه الغابات، واللي انا فاكره ان انا كنت عايز اوصل بسرعه عشان الحق ارجع بدري انام، لان انا كنت شغال في المينا ولازم اصحى قبل الشغل بمده طويله عشان الطريق من بيتنا للشغل كان حوالي 10 كيلو بالعجله. فقررت ان انا هاخد الطريق بتاع الغابه، وزي ما تيجي بدات اتحرك وشايف الطريق من بعيد. الارض كانت زي اغلب الاراضي الزراعيه اللي احنا عارفينها عادي، الارض طينه وزلط شجر شويه حاجات كده غريبه، هو الشكل الطبيعي بتاع الاراضي الزراعيه. وفي اخر الارض زارعين زي برضه مزرعه قصب كده، بس دي ورا شويه. الفكره بقى ان الطريق ده على قد ما هو هيختصر المسافه، بس كان بيتقال عنه حاجات غريبه زمان. كانوا بيقولوا الطريق ده ملعون وفي حاجات غريبه بتحصل، وخصوصا لو مشيت فيه بالليل. من ضمن
الحاجات اللي انا كنت بعتبرها اشاعات اللي بيقولوا ان هي حصلت في المكان ده ان كان في قبيله بتعمل احتفالات على الارض دي لما القمر بيكون مكتمل، وكانوا بيقتلوا حيوانات ويدفنوها وطقوس وحاجات غريبه كده. بس من الاخر انا ما كنتش مصدق الهري ده خالص، ماشي وانا مطمن يعني. بس شعور الاطمئنان ده ابتدى يقل تدريجي. كل ما ادخل جوه الارض اكتر اخاف اكتر، كل ما ادخل اكتر اخاف اكتر، وكل ما ادخل اكتر الدنيا تضلم اكتر والهدوء يزيد اكتر. طبعا ما كانش معايا ولا تليفون ولا كشاف ولا اي حاجه من الاختراعات دي. انا رايح معتمد على نور القمر اللي الشجر كان مغطيه. انا حتى كف ايدي ما بقتش قادر اشوفه من كتر الضلمه، لحد ما لقيت ان انا قربت من مزرعه القصب. كان عدى حوالي 40 دقيقه مشي عشان اوصل هناك، وساعتها انا فقدت احساسي بالاتجاهات. هنا بقى بدات اخاف. الصمت حل على المكان كله. انا مش سامع اي حاجه، مش سامع صوت البومه اللي احنا متعودين عليه، مش سامع صوت صراصير الحقل، مفيش نفس. تحس ان الحيوانات اصلا خايفه تعمل صوت. بس عارف ايه اكتر حاجه كانت مخوفاني؟ اني حاسس ان في حد معايا، في حاجه بتبص لي او في حاجه بتراقبني. واتاكدت من الحوار ده اكتر لما حسيت بدفى جاي من ورا ظهري. بس كل مره كنت بلف علشان اشوف فيه ايه ما كنتش بشوف اي حاجه. اكمل خطوتين وابص ورايا مفيش حاجه، وهكذا. طبعا انا كل ده ماشي وعدى حوالي ساعه كمان وانا عمال امشي. انا كده ادركت ان انا تهت، انا فعليا تهت وما بقتش عارف الاتجاه اللي انا ماشي فيه. حاولت ان انا ادقق عيني عشان اشوف يعني لو في اي اضاءات جايه من المدينه اللي جنبنا اشوفها، مفيش. وطبعا مش سامع غير صوت نفسي. بس مع ذلك انا متاكد ان في حد قريب جدا مني. انا عامل زي ظل ماشي ورايا لزق. انا مش شايف حاجه بس واثق اني 100% في حاجه ورايا. طب ايه؟ انا كده داخل على الساعتين بمشي ولسه ما وصلتش. انا تايه وخايف جدا. ما بقتش عارف انا وقتها هعرف اخرج من المكان ده تاني ولا لا. يا ترى امي هتلاحظ ان انا غبت وهتيجي تدور عليا ولا خلاص كده؟ عايز الصراحه انا كنت خايف، انا كنت مرعوب. خصوصا شعور ان في حد معاك في مكان ضلمه انت مش شايفه ده مرعب اكتر. ابتديت ان انا ازعق بصوت عالي. في حد هنا؟ انا تايه. مفيش اي حاجه، مفيش صوت. حتى عواد القصب والشجر ما كانوش بيتحركوا. كل شيء صامت، كل شيء مرعب. فضلت امشي وامشي وامشي لحد ما رجلي شققت. بس وانا ماشي اتكعبلت في جذع شجره كان مرمي في نص الطريق. طبعا ما شفتهوش بسبب الضلمه اللي انا كنت ماشي فيها. وقعت على الارض وفضلت قاعد، كنتش قادر اقوم. رميت نفسي جنب جذع الشجره كده وسندت عليه، ورحت مقرفص ودافن راسي بين رجليا وغمضت عيني وابتديت افكر اعمل ايه في اللي انا فيه ده. البرد كان هيموتني خلاص. انا مفاصلي اتجمدت ووشي اتخضر من كتر السقعه وانا مغمض عيني. حاولت اتخيل ان انا قاعد قدام نار دافيه وان انا متغطي وقاعد على كنبه او حاجه طريه، بحاول انسي نفسي القرف اللي انا فيه، لحد ما قطع تفكيري صوت جاي من ورايا بيقول عباس. فتحت عيني وفوقت كده. هو اللي انا سمعته ده حقيقي؟ عباس ده اسمي. في حد بيندهلي باسم. مين؟ في حد هنا؟ حاولت ما بينش ان انا خايف. فجاه وانا باصص ورايا مكان ما الصوت كان جاي، لقيت حاجه معديه بسرعه جدا من جنبي بتقول لي امشي من هنا ولا مرميك. بس المره دي الصوت كان خشن اكتر وفي صدى صوت. رديت بسرعه انت مين؟ انا تايه وعايز حد يساعدني. قال لي انت مش بردان اكتر من يوسف. هو في ايه اللي بيحصل؟ هو انا فين؟ عمال ابص حواليا عايز اعرف مين ده عارف كل حاجه عني وعارف حوار يوسف. فضلت اقول مين وانا صوتي مهزوز من كتر الخوف. بعد كده سمعت حاجه، صوت جاي من وسط الشجر، صوت طفل بيعيط. حاولت ان انا احدد مكان الصوت، مش عارف. ابتديت اخش وسط الشجر عشان اعرف فين الطفل ده، بس مش عارف. انا تهت اكتر. زعقت بصوت عالي حد يخرجني من هنا. فجاه سمعت الصوت الغريب ده تاني رجع بيقول لي امشي ورا الطفل هو هيخرجك. حاولت اركز في الاتجاه، لقيتني بدخل في الشجر اكتر واكتر. تعمقت جوه جدا بس الصوت اختفى والدنيا بقت صمت لمده ثانيتين. وفجاه اسمع صوت صريخ، بس ده مش اي صريخ، ده صوت صويت امي يوم ما يوسف مات. عمري ابدا ما هنسى اليوم ده، وعمري ابدا ما هنسى صوتها كان عامل ازاي. الصوت ده فضل محفور في ذاكرتي وعمري ابدا ما هنساه. مع الصرخه دي حسيت ان انا عملت فلاش باك ورجعت 6 سنين من حياتي، ورجعت لليوم اللي انا قتلت فيه اخويا. ولقيت نفسي عمال اقول انا اسف، انا اسف يا امي، انا اسف، انا عارف ان اللي عملته ده غلط، انا ندمان. بعد ما قلت الكلمتين دولت كل الاصوات اختفت. قمت كملت مشي وانا مستسلم. ما كانش فارق معايا انا ماشي صح ولا غلط، هوصل ولا مش هوصل، هموت ولا هعيش. ماشي في الضلمه اللي حواليا دي وانا مستسلم خالص. نفس الطريق عمال بيكرر نفسه، شجر واعواد قصب وطينه وارض وزلط. نفس الطريق كاني جوه حلقه مش عايزه تخلص. الهواء البرد عمال بيخبط في وشي، بس كل ده مش شاغلني. انا عارف ان انا هموت هنا خلاص. اخرة ما زهقت انا رحت سندت ظهري على شجر وقعدت في الارض. الارض كانت ساقعه تلج، بس خلاص انا مش فارق معايا ومتقبل مصيري، واي حاجه هتحصل لي انا استاهلها. معرفش عدى وقت قد ايه وانا في الحاله دي، بس انا فضلت قاعد مكاني لحد ما اطرافي كلها اتجمدت وجسمي اتخدر وعقلي حاسس انه نمل. وصلت لحاله هدوء مش طبيعي. بس فجاه انا سامع حاجه بتخروش بين الشجر. فتحت عيني بالراحه كده عشان اشوف في ايه. لقيت حاجه زي ظل واقفه قدامي، بس مش لازق يعني، كانت بعيده شويه. كان شخص طويل جدا واقف وسط الشجر. انا حاسه بيبص لي، بس ايه ده؟ هو ما عندوش عين اصلا، مستحيل ده يكون انسان. طوله اكتر من 4 متر، بيمشي على ايده ورجله، مفيش وش اصلا ولا في ملامح، عباره عن جمجمه وفيها شق من النص. بس ثانيه، هو كده بيوصف الكائن اللي انا شفته.
المسخ. بس انا ما رضيتش اقاطعه وقلت خليه يكمل كلامه. قال لي انا وقتها اتشليت ومبقتش عارف اعمل ايه، عيني مبرقه على الاخر ما بنطقش. وفجاه لقيت الكائن ده ابتدى يقرب من عندي، بس في حاجه غريبه انه ما كانش بيمشي، ده كان طاير، رجله مرفوعه عن الارض وبيقرب ناحيتي. حاولت اصرخ صوتي ما بيطلعش، مش عارف اتحرك ومش عارف اجري. وده اخر مشهد فاكره قبل ما احس ان انا بغيب عن العالم كله. وزي ما تقول انا دخلت جوه حفره سودة وعميقه ومش حاسس باي حاجه. ما اعرفش عدى وقت قد ايه وانا في الحاله دي، بس انا لما صحيت لقيتني حاسس بدفى ما حسيتش بيه من زمن. بدات افتح عيني بالراحه كده، انا مش في الغابه ولا انا في الارض الزراعيه اللي انا كنت فيها، انا في مكان تاني، بس انا مش عارف اجمع انا فين. برضه كان مكان ضلمه، بس انا شايف شعله نار شغاله في الركن بتاع الاوضه منوره حاجه بسيطه قوي، وانا نايم على حاجه زي كنبه او سرير طري جدا متغطي ببطانيه ناعمه، حاسس ان انا في الجنه. حاولت ان انا اقوم من على السرير ولا الكنبه اللي انا كنت نايم عليها دي، بس اتسمرت في مكاني لما عيني لمحت شخص ضخم قاعد على كرسي جنب النار اللي شغاله في ركن الاوضه. بيتهيألي هو ده المسخ اللي كان واقف معايا في الغابه، اللي كان بيبص لي بين الشجر. خفت جدا بس ما رضيتش ان انا اعمل صوت عشان ما ياخدش باله اني صحيت. وغير كده هو كان مديني ظهره وباصص للنار. صمت رهيب. قطع الصمت ده صوت الكائن. قال لي ما تمثلش، انا عارف انك صح. سكت شويه كده قلت له هو انا فين؟ قال لي انت في المكان اللي تستاهل تكون فيه. قلت له فين يعني؟ رزاله برزاله بقى. كل ده بيكلمني وهو مديني ظهره وما بصليش اصلا، بس لقيته مره واحده راح قام وجاي ناحيتي. الاضاءه عملتها معانا زي كل مره فنكمل من غيرها. المهم ان انا لقيت الكائن ده قام وجاي ناحيتي، وفجاه انا لقيته بيقول لي انا عارف ان في سر كبير انت شايله جواك وهتحكيه لي دلوقتي صح؟ حسيت ان هو عايز يسمع مني القصه بتاعت يوسف وعايزني اعترف بذنبي. قلت له انا عيني بتدمع، انا عملت شيء بشع. راح رد عليا كده بفضول وقال لي ايه هو؟ فضلت باصص للنار والفحم اللي شغالين في ركن الاوضه وقلت له انا سبت اخويا يغرق وهو كان عمره 6 شهور بس، وما اعرفش انا قتلته ليه. انا ما كنتش بكرهه الحقيقه ان انا ولسه هكمل كلامي. راح قال لي ازاي؟ قلت له ايه اللي ازاي؟ قال لي سبته يغرق ازاي؟ قلت له انا كنت في الحمام بساعد امي وهي بتحميه وطلعت تجيب حاجه وانا المفروض كنت ما سابنيش اكمل كلامي. وراح قال لي سبته يغرق وخرجت صح؟ وقتها انا كانت عيني بتدمع. قلت له انا سبته يغرق. قال لي وانت حاسس بايه دلوقتي؟ ساعتها انهارت من العياط وقلت له انا ندمان ومش عايز حاجه من الدنيا غير ان اخويا يرجع. قال لي وحتى لو ده يكون سبب في موتك انت؟ قلت له انا موافق، المهم يرجع لي واتاسف له على كل اللي انا عملته. انا عمري ما كنت اتمنى ان هو يموت بالطريقه دي. فضلت انا والكائن قاعدين ساكتين، مفيش حد بيتكلم، المكان كان هادي مفيش صوت. حبيت اكسر الصمت ده وقلت له هو انت مين؟ قال لي انا يوسف اخوك. اول ما قال لي كده انا حسيت ان دخلت في دوامه والدنيا اسودت في وشي. فجاه حسيت بشمس ضاربه في عيني، فتحت عيني واكتشفت ان انا عند الشجره اللي كنت ساند عندها امبارح. يعني ايه؟ انا كنت بحلم؟ هو ايه اللي بيحصل لي؟ انا مش فاهم حاجه، حاسس بصداع شديد قوي. قمت بالعافيه وصلبت طولي، بصيت حواليا بس المره دي انا شايف كل حاجه، وشايف كمان ان بيني وبين الطريق الرئيسي 10 متر بس، يعني خطوتين وهكون خرجت من المكان المقرف اللي انا فيه ده. جريت لحد ما وصلت للطريق الرئيسي اللي بيرجعني على البيت. اول ما وصلت للطريق الرئيسي فضلت اجري، انا عايز ارجع البيت، وفي نفس الوقت عمال افكر هو اللي حصل لي ده حقيقي؟ الكائن اللي ظهر لي ده ظهر لي بجد؟ وهل هو فعلا اخويا؟ انا مش فاهم اي حاجه. اول ما وصلت للقريه انا لقيت اهل القريه كلهم متجمعين وفي حركه غريبه، في حاجه غريبه حصلت، لحد ما واحد منهم بص ناحيتي وقعد يشاور يقول اهو جه وصل ده موجود. لقيت كلهم بيجروا عليا وامي كانت وسطهم جايه بتجري عليا ومنهاره من العياط وبتحضني وبتقول لي انت كنت فين؟ انا اسفه. قلت لها وانا كمان اسف. بعدها نقلوني على المستشفى لان انا جسمي كله كان متشرح وكان مليان كدمات. ولحد النهارده الكائن المسخ ده اللي بيقول على نفسه اخويا ما بيفارقنيش، وكل ما اروح في مكان يظهر لي ويقعد يخوفني ويأذيني. واعتقد ان الحل الوحيد اللي يخلي الكائن ده يختفي من حياتي هو ان انا اموت. بعد كده لقيت الحارس راح قام من مكانه، اخذ المفاتيح اللي انا كنت سايبها على المكتب وطلع المفتاح الرابع. المفتاح الرابع اللي خليل قال لي ان هو بيفتح الخزنه. راح عند الخزنه وفتح، طلع منها المسدس وحط فيه رصاصه وقتل نفسه. بس قبل ما يقتل نفسه قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي انا وصيتي ان كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يعمل لايك واشتراك ويعمل فولو على الانستجرام، ولو ما عملش هتصيبه لعنه لحد ما يموت. فما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتسيب لي كومنت تقول لي رايك في القصه، وبعد ما تخلص تيجي تعمل لي فولو على الانستجرام. واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.